السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة. حياكم الله شاعرنا الكبير الشيخ عبد الحالق المحلى. حياك الله حبيبي. شلونك سيدنا؟ شلون صحتك؟ الله يحفظك. الله يحفظك، الله ينصرك ان شاء الله. طبعا تحيات جميع الموالين المخلصين الروافض اليك وعلى شعرك الاخير الطيب ان شاء الله. الله يحفظكم ان شاء الله سيدنا. والله انا من بغداد سيدنا، خادمك ثار الدراجي. الله يحفظك سيدنا. حبيبي الله يحفظك سيدنا. طبعا انا اسمح لي اسجل المكالمه حتى انقل كلامك لبعض الاخوان. طبعا المكالمه مو هواي قصيره، بس اذا توجه كلام للمؤمنين الحسينيين، لخدمه الحسين عليه السلام، لمحيين الشعائر، بكلامك الطيب ونفسك الحسينيه الابيه، ماذا تقول لهم سيدنا الغالي؟ شنو انت جميل يعني؟ لا سيدنا، احنا عن طريق الفيسبوك ان شاء الله وعن طريق الانترنت نشيل المكالمه مالتكم. لا احنا اولا نعم. نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمه. نعم. والحقيقه احنا في امتحان، يعني انت لا تدخل في هذا الخط. نعم. هو خط الامتحان. نعم. فانت اما ان تكون او لا تكون. احسنت. يعني يجب ان تكون عندك هويه. نعم. ان يكون خطك واضح. نعم. الخادم الحسيني لا يداهن. نعم. لا يساوم، لا يراعي. احسنت. يكون خط واضح جدا، واما ان يترك او يتخلى عن الساحه. اكيد. يعني خطنا واضح بالنسبه مهما تكون الاسباب والمسببات والعواقب والتهديد والكذا والكذا والغيره. احنا خطنا واضح، احنا ضد اي مخلوق ايا كان كبيرا صغير، عالما او جاهل، يتحدى الشعائر. احنا من واجبنا نرد على اي شخص ضد الشعائر. احسنت. لان احنا وجودنا بالشعائر. اليوم قال التصوير بدنا يخالف، باكر الزنجيل يشوه الجسم ومنظر قبيح ما يخالف، ووراء البكاء العالي مثل النسوان. ما كذا انتم الرجال انتم مش البكاء هذا النحيب، هذا شيء تمشون تثقفوا تحلمون وحاضرين وخلاص. اذا كان تنتهي الشغله فاحنا مسؤوليتنا. احسنت. يعني ندافع عن الشاعر مثل ما دافعوا عنها اسلافنا. احسنت سيدنا الغالي. احسنت. شعرائنا. نعم. شعرائنا رحمه الله عليهم، شعرائنا وروابطنا وقفوا موقف مشرف. احنا ايضا واجبنا ان نقف، وايضا ان شاء الله الجيل اللي يجي وراء يعاصرنا واللي يجي وراءنا ايضا ان شاء الله يكون نفس الخط. سيدنا الغالي طبعا الشباب بالفيسبوك والله الله يشهد، يعني جميعهم وقفوا معك ومع القصيده اللي انقرت وصوت الحسيني الحزين ملا باسم الكربلاء الله يحفظه ان شاء الله، وجميعهم طبعا ارواح. احنا كنا حسب عليهم الشباب، يعني حتى تكون صريح وياك. يعني نعم تفضل سيدي. اصحاب المواكب يعني. نعم. بالاخص الشباب الحسينيين اصحاب المواكب. نعم. يعني المجال في العزاء احنا قد نحسب عليهم، يعني بس نفس الساعه خلونا، يعني هذه الامه كلها متوجهه علينا، مو كل الامه كيعدوا، يعني في الطبقه من الناس او في مجموعه من الناس يعني يحاربونا على مستوى حكومه وعلى مستوى تهديد وعلى مستوى اكيد. احنا ما قلنا شيء يا اخي، احنا قلنا اي واحد ضد الشعائر احنا ضد. احسنت. لا سيدنا الغالي انا واحد. نعم. الكلام اللي احنا ردينا عليه. نعم. المفروض كل اهل المواقف ترد عليه وترد عليه بشكل علني يعني. لا سيدنا الغالي احنا الان الحكومه متدخله، الاطراف السياسيه متدخله، اعضاء البرلمان المتدخلين. هذا بينما احنا خطنا هذا. نعم. احنا نقصد واحد. احسن. اي واحد يتحارش بالشعائر احنا فاضيين. احسن. واي واحد يتحارش بالشعائر احنا ما نخاف منه ولا نجامله. احسن. فهذا الشخص اللي جاكم واشتكى وكذا وطالب بحقوقه
وطالبني بالاحتفال رسمي، انا اقول له انت ضد الشعائر، انا ضدك علنا، اليوم بشعرك مو تموت. احسنت سيدنا. هو هذا عندك ناس وراك، عندك سلاح وراك عرضا، وانا ما عندي شيء، وانا هابط وتقول هذه. احسنت. لا سيدنا احنا الشباب، انا واحد. نعم سيدنا، سيدنا الغالي، انا واحد من الناس مستعد اضحي بروحه في سبيل الحفاظ على حياة الشاعر الكبير عبد الخالق المحنى ورادود باسم الكربلاء وكثير من الشباب، واحنا دعمناكم يعني بالفيسبوك، بنشر بالمواقع، بالدفاع الذين يتهجمون في المواقع الانترنت. والله يشهد سيدنا الغالي، انت ما تريد مثل انا اريد اذكر هذا الشيء حتى لرفع معنويات وغيره، لا بس اقسم بذات الله احنا منذ سنة تقريبا ندافع عن الشعائر، لان منذ سنة انصدر بالعراق كتاب اسمه التطبير طقوس وثنية. اعرف واحد عداوية واحد، هذا يحتضن هاي القضية شرفنا. نعم هو شرف اكيد. ادافع عن شرفي. احسنت سيدنا الغالي. فهو ادافع عن شرف وما اسمح لاي واحد انه يختلف، يعني حتى في الاختلاط، يعني مو اللي يحاول. نعم. فاحنا ما عندنا قصد ويا واحد ولا عندنا عداوة، كل الشيء اخواننا. احسنت. كل الشيء مهما لا زال يقول اشهد عليه ولي الله فهو اخوي. اكيد. وخذنا راسي. نعم. ومو شرف لي عداوته، لا بالعكس التزكيان عداوته، انا ما عندي عداوة ويا واحد، بس انا اريد انه الناس يفهمون باحد جماعتنا انه احنا ما نقصد برج العراق، يا جماعه ما عندنا عداوه ويا اي واحد. انا يعني مو اقول خوف او الحاشا لله والله، بس هذا واقع حال. احنا نقول اللي يحكي على الشعائر احنا نفوز اليوم باكر. احسن. هو هذا الصح. هو اللي الف هو لانه ما حد يحكي على الشعائر ولا النواصب، فانا ما احترم شيء يفتح النواصب، هذا هو المقصود، ما عندي شيء. احسنت. هو هذا صحيح. بعد نواصب دار الله على راسي. احسنت سيدنا. بورك طيب الله انفاسك. هو طبعا سيدنا انت مثل ما ذكرت احنا ما جايين نهاجم فئة شيعية او كذا، وانما نهاجم اللي الف كتاب. سيدنا احنا نشر قبل سنة في العراق كتاب باسم التطبير طقوس وثنية، ولما تفتح الكتاب اقسم بذات الله يهاجم التطبير، يهاجم المشي على الجمر، يهاجم الزنجيل، ما خلى شعيرة من شعائر الحسين الا ما انتقص من عندها. وهذا الكتاب تابع لجهة معينة معروفة يعني بالعراق، فاحنا كنا ندافع سيدنا الله يشهد يعني، بس احنا برد قلوبنا ان شاء الله. القصيدة اللي قراها باسم الكربلائي يعني اخذت تاثيرها بالشارع اكثر مما اخذت فتاويهم، اكثر مما اخذت فتاويهم. لا قصدي الابيات الشعريه اللي قراها باسم بيوم العاشر، واللي انقرت ايضا. هسه جديده. اي سمعتها سيدنا الغالي، انا اول واحد نزلها بالانترنت باليوتيوب، انا اول واحد نزلتها. اي نعم الاخيره انا نزلتها اول واحد بيوم ليله 26 محرم. لا وتتوضيح فيها توضيح في الفكره الاولى. اي نعم نحكي عنها، نحكي عن شيء صح، نحكي على هذا صح. انا اشتكي اكيد حقك. نعم انا اشتكي بحسن بس في سواء الحمد لله وشكرا على كل حال. الحمد لله. الله ينصركم وسلامة إلك سيدنا الغالي، وقبلنا ملا باسم الكربلاء إن شاء الله، وقلنا الإخوان يسلمون عليك وخدام لتراب رجليك إن شاء الله. حياكم الله. الله ينصركم. الله يحييكم. الله يحفظكم إن شاء الله. الله يحفظكم سيدنا الغالي، في أمان الله. حياكم الله مولاي الغالي، في أمان الله. هذا الشاعر الكبير عبد الخالق المحنى. تهديدات خطية من برلمان ومن حكومة ومن كذا، طبعا عادي مسألة، إذا أنا اليتيم فنسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة، والله يوفق الجميع لخدمة الحسين عليه السلام. اللي عاد الشعائر لا والله، وماكو عالم مراجعنا الأربعة ما حد يعاد الشعائر، أما اللي مسمي نفسه عالم وحاط العمامة هاي مشكلته هو خايب كل عقلك. بعد ما نطبر على الروس خوف ضد القضية وقول وهابي. رسالة إلى اليعقوبي على التطبير، صاير عندك إشكال اثبت مرجعيتك واعرف ايش تحكي. أنا منطبر الهامة بعين أشوف حسين كنا وياي يمسح راسي ويبكي. معروف المراجع زين تدرون، ما سامع قبل مرجع حواسم. معروف المراجع زين تدرون، ما سامع قبل مرجع حواسم.
إذا فرحة الزهرة بدعة عنها تقول، والتطبير نوع من التخلف صار، والنسوان ما تمشي بعد لحسين ابن تيمية صاير يا سليل العار. إذا فرحة الزهرة يا لغم، إذا فرحة الزهرة بدعة عنها تقول، والنسوان ما تمشي بعد. إذا فرحة الزهرة بدعة عنها تقول، والتطبير نوع من التخلف صار، والنسوان ما تمشي بعد لحسين ابن تيمية صاير يا سليل العار. كل يومية فتوى، كل يومية فتوى يصرح الكذاب، عندك حملة لو دعوة انتخابية. شنو التطبير غثك لو خفت يا حيف، عرف نصلك شمر وتقل دبع فيه، عرف نصلك شمر وتقل دبع فيه.